ارمي التوم في الزيت المغلي حيلة وفكرة جميلة جدًا كتير مننا ما تعرفهاش، حيلة سحرية هاقول لِك النهارده عليها وكتير مننا بجد مفتقدين الفيديو ده، وبعد الفيديو ده ناس كتير جدًا هتدعي لي يالّا شير للفيديو ده على أوسع نطاق عشان الكل يستفاد، وكمان لو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تنوريني وتشرفيني، بنقدم وصفات حلوة جدًا هتعجبِك. أنا عارفة إن ناس كتير جدًا اللي بيسمعوني دلوقتي تقريبًا 90% من الشباب والكبار والصغار قاعدين كده دلوقتي تحت البطاطين، وكمان عندهم أكياس أدوية مليانة ما شاء الله كده وفيها مضادات التهابات ووقاية الالتهابات والتورم ومراهم وحاجات كتير جدًا. الفيديو ده ليكِ النهارده ولحبايبنا الكبار والصغار وللكل. يالّا بينا كده هنسمّي بالله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهاتي راس توم كبيرة تعالي هاتي طاسة كده زي ما أنتِ شايفة، وهاقول لِك النهارده على وصفة بجد كتير مننا ما تعرفهاش، طبعًا التوم عارفين فوايده كلنا. يالّا زي ما أنتِ شايفة كده هتجيبي طاسة وانزلي فيها بشوية من زيت الزيتون، وهتجيبي راس توم كبيرة وانزلي بالتوم بقشره، بالتوم بقشره، ليه بقى بقشره؟ عشان التوم ما يتحرقش مننا لإنه طبعًا مش هيستحمل، زي ما أنتِ كده شايفة شوية من الزيت الزيتون البكر لازم يكون طبعًا زيت زيتون بكر كده كويس، وهننزل بالتوم زي ما أنتِ شايفة. اللي لسه ما دعمتنيش باللايك الجميل يلا ارفعي الفيديو بلايك جميل منِّك وكومنت حلو كده وشجعيني يا قلب أختِك، يلا بينا. هنقلّبه شوية في الزيت المغلي تقليبة حلوة كده محترمة. هنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا هنحاول نشوي التوم ده، هنحاول نشويه بس ما نحرقهوش، مش عايزة التوم يكون محروق. حاولي تقلّبيه ما تسيبيهوش على النار هادية طبعًا، وقلّبي كده زي ما أنتِ شايفة، تقليب محترم. لازم كل التوم اللي معايا ده يتقلّب كويس جدًا في قلب زيت الزيتون، أنا عايزاه كل الفوايد بتاعة التوم تنزل في قلب زيت الزيتون، على نار هادية هياخد منِّك حوالي 10 دقايق الوصفة دي، بس بجد هتدعي لي عليها، هتاخدي منها معلقة كده. هاقول لِك الطريقة بالضبط في آخر الفيديو، لكن بجد حلوة جدًا، حاجات طبيعية، وصفات طبيعية، طبعًا مش هتتعب المعدة زي الأدوية والكلام الجميل اللي إحنا بناخده. كده خلاص بدأت ما شاء الله خلاص أنا حسيت إن التوم بتاعي بدأ يستوي. أقلّبه تقليبة كمان علشان أحس إن كُلّه في تومة كده بعض التومة كبيرة خلاص زي ما أنتِ شايفة باقول لِك، هو كده خلاص استوى معايا. هنضيف له شوية مكونات دي بسيطة ومهمة جدًا ولازم تكوني جايباها من عند عطار، يكون طبعًا عطار ابن حلال كده، يكون عنده الحاجة مضمونة وحاجة نضيفة. هانزل على الخليط ده بمعلقة حلوة كده كبيرة من حبة البركة. وشوية كده كمان لازم نحمّص بقى حبّة البركة مع زيت الزيتون مع التوم كلّه مع بعضه كده تقليبة محترمة. أنا طبعًا خلاص التوم بتاعي بدأ يتشوي، خلاص كده هنطفي النار ونشوف هنعمل إيه مع بعض. وأول ما الدنيا تهدى خالص حاولي تطلّعي بقى التوم زي ما أنتِ شايفة كده في طبق خارجي، طلّعي التوم كده زي ما أنتِ شايفة عشان هنقول دلوقتي هنعمل إيه في التوم وهنعمل إيه في الزيت. ابدئي بقى قشّري التوم زي ما أنتِ شايفة معايا كده، وسيبي الزيت على جنب في قلب حبة البركة، برضه هنصفّي كل المكونات دي دلوقتي، والزيت عندي دلوقتي أهم من التوم، والتوم أهم من الزيت. هنجيب بقى كده إيه مصفى وهنشوف هنعمل إيه مع بعض. كده صفّيت الزيت خلاص وطلّعت كل المكونات اللي كانت موجودة، ونبدأ بقى نقشّر التوم زي ما أنتِ شايفة كده، نضيف بقى معلقة من الكركم شوية كده بقى. إحنا بنعمل إيه دلوقتي، إحنا بنعمل خلطة جبارة جدًا، هتنفع في حاجات كتير أوي. أول حاجة هتنزّل كمية الدهون الموجودة المتراكمة في المعدة، هتلاحظي إن القولون بتاعِك نضف جدًا وفيه دهون متحجرة بتنزل، وبعد كده هتلاقي كمان إن هو علاج قوي جدًا لهشاشة العظام والركب والمفاصل. الناس اللي بتعاني من هشاشة العظام وبتتشنكل كده في الشتا وبتكون حالتها صعبة، كل يوم الصبح كده هتاخدي منها معلقة على الريق. تحطي بقى التوم على زيت الزيتون بحبة البركة اللي احنا صفيناه، وانزلي عليه طبعا بمعلقة بقى من العسل لو حابة، ومعلقة من الكركم يكون كركم جاي من مكان مضمون، وده أهم حاجة زي ما أنا قلت لك. طبعًا أنا نزلت بمعلقة من الكركم، العسل ده بقى يكون إيه في ساعتها كده اختياري،
حابة تحطيه على المعلقة كده في قلب مثلًا فنجان وتاخديها بالمعلقة ما فيش مشكلة، تشربي وراها حليب ما فيش مشكلة، تشربي وراها مَيّة برضه مش هتأثّر على أي حاجة، حلوة جدًا، جدًا. لازم تاخدي منها معلقة لمدة أسبوع كل يوم هتحسّي بالفرق، والنتيجة إن شاء الله هتعجبِك جدًا، جدًا. وصفة طبيعية وسهلة وبسيطة هتقدري تعمليها بكل سهولة، وطبعًا كلنا عارفين فوايد التوم وفوايد زيت الزيتون وكمان الكركم وحبة البركة والعسل الأبيض، يكون طبعًا حاجة مضمونة. بجد النتيجة هتعجبِك، بس لازم تستمري عليها حوالي أسبوع ل10 أيام، ولو استمريتِ أكتر من كده النتيجة هتعجبِك أكتر وأكتر. جربيها وإن شاء الله هتعجبِك، ابعتيها بقى لكل حد عندِك تعبان وركبه بتوجعه ومش قادر يمشي، ضهره بيوجعه ومش قادر يمشي، كمان المفاصل، القولون عنده تعبه، الناس دي كلها. يعني أنا بصراحة أول ما جربت الوصفة دي عجبتني جدًا، وإن شاء الله نفضل مستمرين عليها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجيب الشفا من عنده. جربي الوصفة دي وابعتيها لكل حبايبِك وشير في الخير عشان الكل يستفاد، واوعي تنسيني من اللايك الجميل. طبعًا اللِفْت مالي السوق، وبنشتري بالغالي. هاقول لِك النهارده على طريقة سهلة وبسيطة وكمان سريعة جدًا، جدًا، تقدري تعملي بيها برطمان كده من اللِفْت بكمية بسيطة جدًا وبفلوس قليلة جدًا، جدًا. هتجيبي طبعًا اللِفتاية المدوّرة، طبعًا هتجيبيها كده وتكون تنضّفيها كويس جدًا من العيدان الخضرا اللي موجودة، هي مدوّرة وحمرا كده، طبعًا القشر الحمرا دي اوعي تشيليها، هنشيل بس القشرة الخضرا اللي بتكون في العِنق من فوق دي، اللي هي بتبقى فوق يعني. وهنبدأ ننضّفها كويس ونقطّعها التقطيعة اللي أنتِ عاوزاها، اللي أنتِ بتحبيها، مكعبات، مربعات، اعمليها طرنشات، والأهم حاجة البنجر، وده أهم حاجة في الليلة كلّها. قطعة من البنجر صغيّرة هتقضّي معاكِ الغرض. وصفة سهلة وكمان اقتصادية، والمعلقة دي معلقة سحرية هتحافظ على كل المخلل بتاعِك اللي أنتِ هتعمليه الليفت أو أي نوع من الأنواع، حلو جدًا، جدًا، وتحافظ عليه كمان من الريم. وطبعًا لو فيها حاجة صغيرة كده من جوّه قلب الليفتاية طرية شوية شيليها، لإن هي كده، كده مش هتكون كويسة. نبدأ نقطّع بقى التقطيعة اللي إحنا عاوزينها ونشوف هنعمل إيه مع بعض. كده بقى نضّفناه كُلّه أهو زي ما أنتم شايفين، ونضّفناه تنضيفة كويسة، وطبعًا إحنا غاسلينه ومنضّفينه زي الفل وتمام، ومعقّمين كمان البرطمان، لإنه هياخد منِّك 10 دقايق ويوم بالضبط، وتاني يوم بسم الله ما شاء الله تبدئي تاكلي منه. هتجيبي بقى البنجراية بتاعتِك الجميلة عشان طبعًا صحية، وفي نفس الوقت كمان عشان اللون. حابة تبشريها ما فيش مشكلة، مش حابة تبشريها زي ما أنا باقول لِك كده قطّعيها قطع صغيّرة، اللي أنتِ عاوزاه. أنا طبعًا قطّعت حِتَت صغيّرة زي ما أنتِ شايفة، وكمان بشرت حِتَت صغيّرة زي ما أنتِ شايفة. طريقة سهلة وبسيطة وكمان أي حد يقدر يعملها. تنزلي بقى بمعلقتين معلقتين كبار من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، والسكر طبعًا مادة حافظة قوية جدًا عشان ما ينعمش معاكِ وما يبُص معاكِ وما يريّمش. وأهم حاجة في القصة كلّها إن مَيّة أي أنواع من المخلّلات لازم تكون مغلية مسبقًا وسايباها تبرد تمامًا، تمامًا، لإن ده أهم حاجة من الشغل. أهم من الشغل تضبيط الشغل. أهم من الشغل تضبيط الشغل، وده مهم جدًا، جدًا. قلّبي بقى كل المكونات دي مع بعضها، الملح مع السكر مع البنجر مع طبعًا زي ما أنتِ شايفة كده الليفت بتاعِك، وابدئي جيبي البرطمان بقى اللي إحنا عاملين اللي إحنا معقّمينه، وزي ما أنتِ شايفة كده هنسمّي بالله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونملى بقى البرطمان بتاعنا بالشكل ده. والمَيّة زي ما أنا قُلت لِك تكون مغلية مسبقًا، وده أهم حاجة في القصة كلّها. انزلي عليها بقى بالمَيّة واوعي تاخدي من أي مخلّلات بإيدِك، لازم يا إمّا بمعلقة، يا إمّا بأي حاجة تانية مش بإيدِك يعني عشان يفضل محافظ على قوامه، ويفضل كمان ما يبُص منِّك ولا يجرى له أي حاجة ولا يريّم ولا الوش بتاعه يريّم ولا القصة دي كلّها، يفضل معاكِ لآخر واحدة مخلِّل. حابة تضيفي شوية صغيّرين من الخل ما فيش مشكلة، مش حابة برضه ما فيش مشكلة. كده عملتِ برطمان مخلِّل ببلاش وحاجة صحية ونضيفة وبألف هنا وشفا.